الدرس الأول منهما أيها الإخوة سيكون بمثابة محاولة للجواب عن سؤال. هذا السؤال صدقوني أنه لا يصدر إلا عن أصحاب النفوس المبررة، عن أصحاب النوايا الماجدة الحسنة. السؤال الذي نصه أيها الإخوة والأخوات: كيف تأتى لمسلمين أو لمن يزعم أنهم من المسلمين أن يرفع سيفه في وجه ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف تأتى لعسكر لجنود من المفروض أنهم يحاربون البغي والظلم والعدوان والكفر وأهله وحزبه أن يجتزوا رؤوس أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سؤال كما قلت لكم لا يصدر إلا عن نفوس مبررة ونوايا ماجدة، لأن أصحاب النفوس الملوثة وأصحاب النوايا الخبيثة أيها الإخوة الغادرة عندهم الجواب حاضر. وهذا هو الدرس أيها الإخوة، أن في عباد الله، أن من خلق الله لا أفرق هنا بين مسلم ويهودي ونصراني وبوذي ومجوسي وغير ذلكم، كله سواء. إن في عباد الله من لديهم أيها الإخوة استعداد لا نهائي للنذارة، للخسة، للسفالة. إن في المسلمين أيها الإخوة من لديه استعداد أن ينقض الكعبة حجرا حجرا وأن يأكل بأثمانها أو بثمنها. إن في المسلمين من لديه أيها الإخوة الاستعداد للنذالة والخسة اللانهائيين، أن يبيع جبة رسول الله وأن يقامر بها. هذا موجود، لأن الذي حصل والذي وقع هو أعظم مما ذكرت. سفك دم واحد منا، سفك دم امرئ مسلم واحد، ليس الحسين أبا عبد الله عليه السلام أيها الإخوة بريء من غير حق، أعظم عند الله. للأسف هذا ما نسمعه وما نقوله، لكن لا نعرفه، لا نعلمه، لا نتواصى به، لا نتربى عليه، لا نتنشأ وفقه. هذه الحقيقة صدقوني أعظم عند الله مئات المرات أيها الإخوة من نقض الكعبة حجرا حجرا. وماذا يعني نقض الكعبة حجرا حجرا؟ نقض لبنية مقدسة، لكن دم المؤمن، بل دم الإنسان المعصوم الدم، ليس من شرطه أن يكون مؤمنا. هناك كافر وهو معصوم الدم، ليس كل كافر دمه حلال أيها الإخوة. من قال ذا؟ لا يقول هذا إلا الإرهابيون فعلا من الكفار ومن المسلمين، إذا كان ثمة من يقول بهذا. لكن دم معصوم الدم، وسيما إذا كان من إخوان الدين والملة، أقدسوا وأعظموا وأدخلوا في باب الحرمة من الكعبة مرات ومرات. أليس قد كان عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما يطوف بها بالبنية بالكعبة أيها الإخوة التي نقدسها تقديسا عظيما؟ لقد ضربناها كما قلت لكم بالمناجيق، ضربت بالمناجيق غير مرة، احترقت على الأقل مرتين على أيدي المسلمين، تهدمت بالكامل على أيدي المسلمين، على أيدي الجيوش التي كانت تضارع جيوش بيزنطة، جحافل جرارة أيها الإخوة. لا أدري لماذا أعدت ولماذا بنيت، لكي تنقض الكعبة بمناجيق هذه الجيوش الإسلامية. للأسف يقال جيوش الفاتحين العظام المبرئين المقدسين المنزهين. كان عبد الله رضوان الله عليه يطوف بالكعبة يقول: ما أعظمك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، وأشهد لسمعت رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه أجمعين يقول: إن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ليس الكعبة. في الحديث: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم أيها الإخوة بريء بغير حق. والآن تسفك الدماء في كربلاء وفي باكستان وفي كل مكان. لا ندري من الذين يقفون، لكن ندري من الذين يستفيدون. هذا ما ندريه بالقطع واليقين أعداء هذه الأمة. ولا نستطيع أن نبرر أيها الإخوة ملتافين أكلتهم لوثة التعصب ولوثة النصوصية والحرفية، لوثة الكارثة في فهم حروف دين الله تبارك وتعالى،
لا نستطيع أن نبرئ أمثال هؤلاء، كما لا نستطيع أن نقف طويلا وإلى الأبد أيها الإخوة عند شخوص هؤلاء. إن من لا يفرق بين المرض والمرضى بدوره في النتيجة سيستحيل جزارا، سيستحيل ذباحا، كما استحالت حكومات أيضا عربية وإسلامية ستستحيل ذباحة لهؤلاء المكروثين. هم مكروثون ونحن مكروثون بهم. تحل بنا الكوارث من وراء عقولهم الضيقة، أعطانهم أيها الإخوة التي دمجت أبعادها الثلاثة في نقطة رياضية كما يقول الرياضيون، نقطة رياضية واحدة بلا أبعاد، ثم يزعمون أنهم يترجمون عن أعمق معاني هذا الدين العظيم الذي هو كما قال أحد الأساتذة الكبار في القرن الغابر الميلادي أعظم وأجل من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى والمغفلين. هذا الدين أعمق وأجل وأكرم وأقدس من أن يأتي مغفل أيها الإخوة يتكلم فيه. لا ندري لماذا هذا الدين أصبح نهبا لكل المغفلين والمعلولين والملتاثين يتكلمون فيه، ويزعمون أنهم قادرون على أن يفسروا نصه وعلى أن يعطوا الفتاوى التي تستحل بها الدماء. أقدس شيء هبة الحياة أيها الإخوة. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يسلب هذه الهبة إلا الذي وهبها وبحقها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحقه. إذن فلنعد حتى لا يتشعب بنا الحديث في شعوب وذيول، لنعد إلى الموضوع الرئيسي، إلى السؤال أيها الإخوة، سؤال المقام. الجواب عند الأنذال، عند الأخساء، وأمثالهم متوافرون لا كثر الله أمثالهم، الذين يبيعون تراب فلسطين، الذين يبيعون أيها الإخوة أسس مقدسات المسلمين، والذين يتمعيشون ويتأكلون بدماء المسلمين وبأعراض المسلمين والمسلمات، هم أحفاد لقتلة الحسين عليه السلام، موجودون. أصحاب الاستعداد اللامتناهي للنذالة والخسة والسفالة موجودون في كل أمة، لا تخلو من أمة. لكن ليس هذا هو الدرس. الدرس، العبرة، الآية، الدلالة أيها الإخوة، المستفاد أين؟ فيما سيأتي الآن، في أن على الأمة أيها الإخوة هذا ما ينبغي أن تصطنعه وأن تتجشمه الأمة، ولا يستطيع أحد أن يسد مسدها، كما لا تستطيع الأماني التي هي رؤوس أموال المفاليس أن تسد هذا المسد. على الأمة أيها الإخوة أن توجد من الحياطات والضمانات ما يحفظ عليها عقائدها ومبادئها ومثلها، وما يحوط أيها الإخوة رجالاتها، أفذاذها، أفرادها. هذا ما ينبغي أن تطلع به الأمة. فإذا قصرت الأمة أيها الإخوة في هذا المجال فلا عليها بعد ذلك أن تتشكى وأن تبكي وأن تتباكى. هذا أسلوب لا يفيد شيئا، يضر أكثر مما